صباح الخير أو مساء الخير، كيفكن يا بنات؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة على طول. هاي الأجواء أجواء العيد الوطني بالكويت، إن شاء الله كل يوم والكويت بلدنا الثانية بألف ألف ألف خير. اليوم الروتين يلي بدنا نعمله مع بعض هو شي مختلف شوي. اليوم عيد ميلاد بنتي الصغيرة، الله يخليكن أولادكن، فحبيت شارك معكن شوي من الشي اللي عملته. بتمنى تعطوني رأيكم تحت بالكومنتات. أول شي بدي أعمله جبت لها هاي الزينة أول شي ونفخت لها إياهن وطلعت بهذا الشكل كتير حلو، بس لأنه عندي الغرفة صغيرة يعني كانت الزينة كتير قريبة على بعضها. هون يا صبايا بدي أخبركم شو صار. اشتريت طحين، بصراحة هذا الطحين أنا أول مرة بستخدمه. هذا الطحين اللي بيجي جاهز للبيتزا، يعني أنا بس بحط له زيت ومي، بس بصراحة ما عجبني نهائيا. هلأ رح أقولكم ليش. بس أول شي لازم شغل الشموع حتى هيك أعرف أشتغل. لازم أول ما بدي بلش بالطبخ لازم شغل الشموع، ما بعرف بحس هيك براحة نفسية لما بشغلهم وأنا عم أطبخ. مين كمان بحب الشموع يكتب لي تحت بالكومنتات. وهلأ مشان اشتغل هيك على رواق، كمان بحب يكون دائما في صوت جنبي أنا وعم اشتغل، فرح شغل التليفون على مسلسل متابعته. على فكرة ما بكون مركزة كتير بالصورة، بس مهم اني اسمع صوت. هلأ أول شي شوفوا هون العجينة عندي كيف اختمرت بطريقة رهيبة بصراحة، بس لزقت كتير وكتير عذبتني يعني أنا وعم مدة بدي أعملها للبيتزا، صراحة كتير تعبتني. بصراحة تندمت لأني جربتها، والما إله قديم ما إله جديد. بصراحة تندمت لأني ما عملت العجين اللي بعمله بالعادة، حتى شوفوا بتحسوا يعني شكلها غريب، بس قلت بدي أجرب أعملها لشوف يعني ممكن تكون لما بدي مد العجين إنه يكون مثلا طعمتها ظريفة، أو قلت خليني أجرب. فهون أنا كنت مجهزة أغراض البيتزا، فليفلة حمراء وفليفلة خضراء وفليفلة صفراء يعني، والجبنة، زيتون، يعني كل شيء ممكن إنه نحطه للبيتزا. هلأ شوفوا أنا وعم رقة كتير تعبتني، يعني بحسها إنه معباية فقاعات. يعني أنا وعم مدة دائما حس بصوت طقطقة، فبصراحة صار معركة بيني وبين العجينة، حتى بس قدرت مد هاي الصينية، بس حسيت عن جد إيدي وجعوني. فهذا العجين أبدا أنا ما حبيته، ممكن غير يستخدمه وزبط معه، بس أنا يعني ما بفكر عيدها صراحة نهائيا. هلأ هون بعد ما مديت هاي العجينة لازم شكها بالشوكة حتى ما تنفش كتير بالفرن. هلأ رح أحط صلصة جاهزة. أول مرة أنا بستخدم الصلصة الجاهزة، بالعادة بحب أعملها على إيدي، بس ما كان عندي وقت صراحة بهذا النهار كتير تعبت. هلأ رح أحط الفليفلة، ورح أحط الزيتون، ورح أحط الجبنة. أنا يا بنات من النوع يلي يعني بخاف إني أجرب شي مو مجربته قبل، بس هاد الطحين سمعت كتير ناس مدحوا فيه فحبيت إني أجربه، بس للأمانة أنا بصراحة ما حبيته. وبصراحة حسيت يعني العجينة يلي أنا بعملها دائما أطيب بكتير. وهلأ رح تشوفوا الفرق. شوفوا هلأ هي كشكل كتير حلو. هلأ بدي أحط عليها رشة أوريغانو، ورح دخلها على الفرن. بالفرن ما أخذت وقت طويل، بالعكس فورا استوت. شوفوا الشكل حلو، طعمتها كانت طيبة، بس برجع بقولكم ما عجبني العجين لأنه لزقت بالصينية،
كمان عملنا معركة نحن وعم نشيل القطعة، فبصراحة ما حبيتها نهائيا. هون عندي أنا عجينة السبانخ كمان عملتها، أكيد رح نزل لكم طريقتها بالفيديو تاني. هون أنا رجعت عملت العيار العجين يلي أنا بعمله. شوفوا الفرق بين هاي العجينة والعجينة السابعة. هاي فورا تتشكل معي، ولما مدة ما تعذبني. فهلأ لغيت فكرة البيتزا لأنه ما عاد معي وقت، وقررت إني بس أعمل فطاير السبانخ. هي تشكيلة بس عالطاولة. شوفوا حتى بالرق شوفوا ما أحلاها. أنا رح أعمل شوي مقلي وشوي مشوي بالفرن. هاي العجينة كتير ظريفة بصراحة، ما بحب غيرها، ودائما بعتمدها بأي نوع معجنات بعملها. هي كان لازم أتركها كمان شوية وقت أكتر حتى تتخمر منيح، بس مثل ما قلت لكم يعني تأخر الوقت وما ضل عندي مجال، ففورا اشتغلت فيها. هلأ هاي الكمية يلي عملتها للشوي، هلأ رح دخلهم على الفرن. شوفوا المنظر ما أحلاه. هلأ هاي الكم قطعة يلي انفتحوا شوي بالفرن لأنه اختمروا، هن مثل ما قلت لكم كان المفروض اتركهم شوي حتى يختمروا، بس أنا فورا اشتغلت فيها. يعني شي فتح وشي لا، بس صدقا يا بنات يعني لو تاركتهم يختمروا على راحتهم كانوا طلعوا أطيب من المطاعم ب100 مرة. هلأ شوفوا يلي قليتهم ما فتحوا نهائيا بالزيت لأنه العجينة اختمرت، أخذت كفايتها من الوقت لبين ما عملتهم، فمشان هيك ما فتحوا. بس طعمتهم يا بنات خيالية، كتير طيبين. بنصحكم إنكم تجربوهن، وأنا رح نزل لكم طريقة عمل خلطة السبانخ. هي أنا بعملها بطريقتين، إن شاء الله رح نزل لكم الطريقتين فيديو تاني. شوفوا العجينة يعني كتير طرية وما شاء الله، يعني عن جد طعمة العجين مع طعمة السبانخ بتشهي. هون رح أعمل جيليه كمان هيك بس تشكيلة على الطاولة. هون حطيت كاسة مي سخنة، يعني ما استخدمت الغاز بالجيليه نهائيا. وهلأ رح أحط ظرف الجيليه على المي السخنة وحركهم حتى يدوبوا تماما. وبس دابوا منيح راح ضيف كاسة مي باردة حصرا وحركهم منيح، وبعدين صبهم بالزبادي واتركهم بالبراد حتى يجمدوا لوقت الحفلة. أنا بلاقي هاي الطريقة أسرع من الغاز، و يعني راح تعطيني بالنهاية نفس النتيجة. وهلأ هون راح أعمل كمان ظرف كريم كراميل. أول شي راح أحط الحليب، وراح فضي هدول السكر المحروق راح فضيهم بالزبادي، وفضيت ظرف الكريم كراميل بالطنجرة وحطيتهم على الغاز حتى يجهزوا. وفي شوي حطيت يعني نص الخليط حطيت له نسكويك أو كاكاو وقسمتهم على الزبادي. وهي الزينة، وهي طاولتنا المتواضعة. اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات. هي أول سنة صراحة بصح لي إني أعمل لها عيد ميلادها، كتير كانت مبسوطة.